انواع الملهيات. ما اكثر الملهيات في الدنيا؟ الجرائد، التلفزيون، النت، الشغل، الدنيا، الهموم. ما اكثر الملهيات؟ هم الاكل وهم الشرب وهم اللبس وهم العيال وهم الزوجة وهم الشغل وهم خوازل صادة. اللهم انا نعوذ بك من الخذلان. احيانا تحس ان بعض الناس مش موفق، يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده، مخذول. اجمع العلماء على ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك، وان التوفيق الا يكلك الى نفسك. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبد روح اعمل اللي انت عايزه، يكل نفسك، دبر انت وخطط واعمل وسوي، والاخر مش موفق. كل اعمالك تلاقيها تجيب نتيجة عكسية، كل ما تمشي كده تلاقيها سد. ايه السبب؟ مخذول. هذا الخذلان خوازل صادة. يعني مثلا ايه؟ يقول خلاص انا الذي ان شاء الله باذن الله تعالى هقوم الليل، وينام طول النهار، وممكن يضيع صلاة فريضة وصلاتين عشان يقوم الليل، هو ناوي اهو. يجي بالليل الواد يسخن يجري بيه على المستشفى، لا ودوه على الدكتور، لا ودوه المستشفى، اقف في المستشفى اتعامل بقى مع الممرضات ومع الحكيمات ومع الدكتورات والمش عارف ايه، وضاعت الليله، ولا قام الليل ولا صام النهار. انا مش هصوم النهارده عشان انا عايز النهارده اعمله صله رحم واروح افطر، ومع ذلك ما عملش اي حاجه. خوازل صادة. اكيد هذا الخذلان في الاخر بيحس الانسان بعديه بشيء من الصدود، قسوة القلب. ايضا من اسباب قسوة القلب هموم مستحدثة. انا بقول ان بعض الناس هو طبيعة شخصيته كده، بيحب ان يوجد في حياته حاجة تقلقه. يعني لو فيش حاجة تقلق يخترع حاجة تقلق. هو عايز يعيش كده قلقان على طول، يستحدث دايما ظروف. يعني مش عارف هل انا برضو بقول الكلام ده عن واقع ايه، ان عندنا في بلدنا في مصر ناس بتعشق الزحام. يعني خلاص الدائري مشي الحمد لله وسلك وتوسع، تلاقي الزحمه بدات في الحته الموصله لهناك. الله، طب انتوا عاملين زحمه ليه؟ هو ناس كده بتعشق الزحمه، ناس بتعشق الطوابير، ناس بتعشق الازمات، تخلص من ازمه مش عارف ايه تطلع ازمه ايه، تطلع ازمه ايه، تطلع. ناس بتعشق تهويل الظروف، ناس بتعشق. هو في ناس كده مزاجها تشتكي، تعشق الشكوى، ان في مشاكل، ان في ناس بتعشق استدرار عطف الناس. فدايما فكره بيتجه الى عمل مشكلة. ده اللي احنا بنقول عليه هموم وهمية استحدثها ولا وجود لها في ارض الواقع. هذه الهموم الوهمية هو بيفكر فيها، هي مش موجودة في الواقع، مش موجودة غير جواه. هذه تؤدي ايضا الى هذه المصيبة. المؤثرات دي كلها مؤثرات خارجية. مؤثرات الداخلية بقى لقسوة القلب هبوط حاد في الدورة الإيمانية. جلطة في القلب تسبب شللا نصفيا في الإيمان. انفجار في المخ يسبب غيبوبة خطيرة عن الله. كسل في كبد اليقين يسبب تعظيم الأسباب. سفول الهمة وإدمان البطالة.
دي كلها اعراض مرض قسوة القلب.